السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم طاجن لحمة حكاية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. انا هنا كده معايا طاسة على النار، حطيت فيها معلقة زبدة. اول ما الزبدة تسيح هنزل بقطع اللحمة دول، حتتين دهن كده عشان اللحمة حمرا خالص. اللحمة دي من وش الفخدة، ده نص كيلو لحمة مقطعاه كده شرايح رفيعة عشان يستوي بسرعة. اول ما اللحمة تاخد لون معايا هقلبها على الوش التاني على طول، عايزاها كده تتحمر وتديني لون حلو. الطاجن ده من احلى الطواجن اللي انا عملتها، وطعمه فعلا خرافة وما بياخدش وقت خالص، لان احنا بنسويه كله على النار من فوق وبعد كده بندخله في الطاجن شوية بس صغيرة كده في الفرن. هنا كده حطيت حوالي 5 فصوص حبهان بعد ما اتحمرت، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة البهارات السبعة، ورشة جوز الطيب، وهقلبها بقى كده كويس. مش قادرة اوصف لكم بقى ريحتها خرافة. ده كده نص كيلو لحمة، هحطه قدامه بالظبط نص كيلو بصل، يعني المقدار زي اللحمة، البصل زي اللحمة بالظبط. بصوا بقى كده هقلب بقى كده البصل مع اللحمة واسيبه يدبل، هغطي عليه يدبل معاها كده وياخد لون. كل ده كده على نار عالية، كل شوية هبص على البصل كده لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه، هبص عليه واقلبه واغطيه تاني. وبعد كده بعد ما دبل معايا البصل بالشكل ده واداني اللون الحلو ده، هنزل عليه كده ب4 طماطمات مقطعاهم مكعبات صغيرة، وقرنين فلفل رومي، وقرن فلفل حراق برضو متقطعين. وهقلب بقى كل الخضار ده مع بعضه، وهوطي بقى على النار وهغطيها واسيبها بقى تنزل المية بتاعة الخضار مع اللحمة. وبعد ربع ساعة كده هبص عليها اشوفها، لو شربت المية اللي نزلت من الخضار كده، على طول هقوم نازلة عليها بمية من الكتل سخنة، علشان خاطر ايه نسوي بقى اللحمة بتاعتنا مع الخضار كده. وبعد شوية برضو لو حسيت ان هي خلاص شربت المية بتاعتها، هضيف لها مية تاني لحد ما احس ان هي بقت 3/4 سوا. بعد كده بقى هضيف الملح. بصوا هتبقى كده اتسبكت كده وبقت تبك كده السمنة بتاعتها اللي احنا حطيناها في الاول. هضيف الملح وهديها تقليبة، وبعد كده هنقلبها في الطاجن بتاعنا. هكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 من حوالي 10 دقايق كده قبل ما احط الطاجن. بعد ما هفضي اللحمة كده في الطاجن، هحط لها معلقة زبدة كده صغيرة علشان خاطر لما تتحمر من فوق تبقى مش محتاجة حاجة تاني. مش عايزة اقول لكم بقى ان طعم الطاجن ده تحفة. هقدم مع الطاجن ده رز ابيض، طعمه بيبقى حلو قوي. لو عايزة تعملي معاه اي حاجة تانية، بس انا بصراحة بفضل معاه الرز الابيض. بصوا بقى طالع جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يا ريت تقولي لي رأيكم في التعليقات الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.